بيقول لك في رسام عبقري قضى 40 سنة من حياته حاطط لوحة بيضة قدامه وماسك الألوان بإيده ومجهز كل شيء إنه يرسم، ولكن اللوحة فضلت بيضة. تقريبا الرسام ما لمسش اللوحة ولا مرة. الناس استغربت، يعني مستنيين منك اللوحة وأنت مجهز كل حاجة، ما رسمتش ليه؟ قال لهم أنا مستني اللحظة الكاملة اللي يجيلي فيها الإلهام العظيم عشان أعمل أعظم لوحة في التاريخ. والسنين تعدي والراجل يموت، ومات وهو ماسك الفرشة واللوحة برضه ما اتلمستش. اللوحة فضلت بيضة والراجل ما جالوش الإلهام، وتقريبا هو ما كانش مستني الإلهام، هو كان خايف يبدأ عشان ما يغلطش، خايف ان اللوحة اللي هو بيحاول يرسمها دي ما تطلعش مثالية، فقرر انه ما يبدأش اصلا. القصة دي مش عن الرسام، القصة دي عنك انت، عن كل شيء بتأجله، عن البلاي ليست اللي مليانة حاجات تتعلمها وكل مرة تقول مش وقت، كل شوية تأجل وتقول لما تخلص الدراسة، لما اعمل لي قرشين ابقى ابدأ. باختصار يعني انت مستني اللحظة المناسبة عشان تبدأ وتبقى كل حاجة فل الفل، ولكن الحقيقة ان اللحظة المناسبة ديت اختراع عمله كل الناس اللي مش عايزة تبدأ في حاجة، ومعنى أدق خايفة تبدأ. فيا صديقي صدقني اللحظة المناسبة ديت مش موجودة ولا عمرها هتكون في الدنيا. انت لازم تبدأ بكل حاجة، تغلط مرة وتفلح مرة، وفي كل مرة هتغلط فيها أو تنجح فيها بتتعلم انت ايه اللي نجحك وايه اللي غلطك. ابدأ باللي معاك واللي في ايدك دلوقتي. لوحة وحشة مرسومة أحسن من لوحة مثالية جدا ولكن لسه في خيالك. ما تخلصش عمرك وانت واقف قدام لوحة بيضاء. والسلام عليكم، أنا اسمي محمود شعبان وناوي أجيلك كل يوم في دقيقة.